تخيل كده انك خرجت مع اصحابك واتعشيتوا في مطعم وكلتوا اكل لذيذ جدا، لكن بعد كده فجأة حسيت بألم في بطنك وحسيت بغثيان. تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ هل هيجي في دماغك ان ده ممكن يكون سببه التسمم الغذائي؟ يبقى السؤال اللي لازم نسأله دلوقتي، تعمل ايه لو حصل لك تسمم غذائي؟ اول حاجة، حافظ على هدوءك. اهم حاجة لما تحس باعراض التسمم تحاول تهدي نفسك، الهلع مش هيفيد. فكر في الاعراض اللي بتحس بيها، ابدأ في التصرف فورا. مثلا حاول تاخد نفس عميق وتركز على الخطوات الجاية بدل من انك تفكر في الألم. انا عارفة الموضوع مش سهل بس مهم. تاني حاجة، حدد الأعراض. التسمم الغذائي بيظهر بأعراض مختلفة زي ألم في البطن، ممكن تحس بألم حاد أو مغص وده علامة تحذير. غثيان وقيء، لو حسيت بمغص مفاجئ ورغبة في القيء ده علامة مهمة جدا على التسمم الغذائي. الإسهال، لو عندك إسهال شديد ده يعني إن جسمك بيحاول يتخلص من السموم وده جرس إنذار. الحمى، لو حسيت بارتفاع في درجة حرارة جسمك فده بيدل على استجابة الجسم للعدوى. جسمك بيقولك أنت مش لوحدك، أنا بحارب معاك. تالت حاجة، اشرب سوائل كتير. لو عندك غثيان أو إسهال من المهم إنك تعوض جسمك بالسوائل. ممكن تشرب مية مع معلقة صغيرة من الملح والسكر، ده هيساعدك تعوض السوائل والأملاح اللي فقدتها. ممكن كمان تستخدم محلول معالجة الجفاف. ملحوظة مهمة، ابعد عن المشروبات الغازية أو الكافيين لأنها ممكن تزيد من جفاف جسمك. رابع حاجة، اتوقف عن الأكل. لو كنت حاسس بألم في بطنك يفضل انك تبطل اكل لحد ما تحس انك تحسنت. جسمك محتاج يستعيد توازنه. جرب تقعد فترة من غير اكل وبعدها لو حسيت بتحسن ممكن تبدأ باكلات خفيفة زي الرز المسلوق او الموز. خامس حاجة، الراحة. اهم حاجة انك ترتاح شوية لان جسمك محتاج طاقة عشان يحارب التسمم، فلازم ترتاح. اخر حاجة، راقب الاعراض. لو الاعراض مستمرة او بتزداد سوء زي لو كان عندك قيء اكتر من مرتين في الساعة او لو ظهر دم في القيء او دم في البراز او صعوبة في التنفس او جفاف شديد، ده معناه انك لازم تروح للمستشفى فورا. ايه اللي المفروض انك تتجنبه في الفتره دي؟ اول حاجه، ما تاخدش مسكنات زي الاسبرين او الايبوبروفين لان استخدام الاسبرين ممكن يزيد من خطر النزيف في حاله وجود قرحه. تاني حاجه، ما تستخدمش مضادات الاسهال الا اذا وصفها الدكتور ليك لان بعض الحالات بتحتاج الجسم ينظف نفسه، فاستخدام مضاد اسهال اثناء الاصابه بالعدوى ممكن يعمل احتباس للسموم في الجسم. التسمم الغذائي ممكن يحصل في اي وقت، لكن لو اتعلمت تتصرف صح تقدر تخفف من الأعراض وتتجنب المضاعفات. حافظ على هدوءك، اشرب سوائل وتوجه للطبيب لو احتاج الأمر. وبس كده. لو عندك أي تجربة مشابهة شاركنا في التعليقات وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوف فيديوهات جديدة.